من شركة هاتريك الرياضية. أول شيء نصل إلى شركة هاتريك الكويتي حقه، راح يكون مدته تقريبا 11 يوم إن شاء الله. راح يلعب في مباراة ودية في تاريخ 18 مع العربي. المباراة الثانية في تاريخ 23 راح تكون بين فريق بيروز الإيراني أو السد القطري للأمانة لحد الحين يعني، وهم يعني مخاطبين ناديين وفي موافقات مبدئية من ناديين. اللاعبون رحبوا بفكرة المعسكر وذلك بإقامته هنا في الكويت كونه يشتمل على اللعب مع فرق لها مكانتها والاستفادة من الاحتكاك. وزي ما انت شايف دولة الكويت برضو دولة يعني لاحظ تطور مستوى الرياضي، وإن شاء الله أن هذا يعكس علينا من خلال تجهيزنا للدوري وانطلاقة الدوري من جديد. الإدارة فضلت اختيار دولة الكويت، وإن شاء الله بإذن الله يكون معسكر ناجح بإذن الله تعالى. كيف رأيتوا المدرب دراجان الجديد عليك؟ والله بالنسبة لي بصراحة أنا ما أعرفه بصراحة، يعني ما أعرفه يعني بصفة شخصية. الآن لسه اليوم أول تدريب معه، وإن شاء الله رب يوفقنا ويتوفق معنا بإذن الله تعالى. مدرب النصر الجديد أمام تحد كبير يسعى من خلاله إلى وضع خبرته التدريبية لاستعادة العالم مكانه الطبيعي. ثقافة رياضية جديدة تتمثل بإقامة مثل هذه الفرق المعسكرات في الكويت، مما يعكس مدى التعاون الرياضي بين الدول المجاورة. رياض العبادي لتلفزيون